في الدنيا دي عاملة زي ايه؟ الدنيا دي عاملة زي الغسالة بالظبط. في الغسالة انت بتحط الهدوم وبتبدأ الغسالة تلف 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 حوالين نفسها وتلف الهدوم جواها عشان الهدوم تنضف. ولو الغسالة الفول اوتوماتيك لو حست ان الهدوم ما نطفتش بتبدأ تلف اكتر واسرع عشان الهدوم تنضف، وفي الاخر بتتعصر عشان الهدوم تصفي المية بتاعتها وتنضف وتطلع الهدوم نظيفة. طيب في الدنيا بقى انت هتفضل تتفرم وتلف زي كأنك في الغسالة وتفضل تتبهدل ويحصل لك مواقف غريبة ويحصل لك مواقف حزينة ويحصل لك مواقف سعيدة وتفضل تلف حوالين نفسك في شغلك وفي حياتك لحد ما تنضف. لو انت حاسس انك لسه بتتفرم يبقى انت لسه ما نضفتش، هتفضل تتفرم وتلف حوالين نفسك لحد ما تنضف وتقدر تقف على رجلك. ربنا عايز يعمل منك راجل، عايز يعمل منك راجل قادر تتحمل، قادر تكمل، قادر تواجه اللي جاي صعب، فلازم تتفرم كويس عشان تعرف تحل وتعرف تواجه وتعرف تجد الحلول للمواقف اللي هتعدي بيها، فلازم تكون جاهز لده. فعشان كده انت لازم تلف زي الغسالة في الدنيا وتلف زي الهدوم اللي جوه الغسالة لحد ما انت تنضف. ومجرد ما انت تنضف وتصفي نيتك وتبقى كويس جدا من جواك وتقدر تقف على رجلك وفعلا تبقى راجل وقد المسؤولية، ربنا هيكرمك ويقول لك خلاص انت جه الوقت ان انت تطلع من الغسالة وتقدر تواجه وانت قد المسؤولية وانت عندك حلول لكل شيء. لو انت حاسس انك لسه بتتفرم يبقى انت لسه ما وصلتش للنظافة الكاملة اللي بتعملها الغسالة في الهدوم.